ارمي الزبيب على خليط الكيكة وهتعملي كل يوم كيكة ب2 بيضة وهنعملها بالزبادي. تعالي تابعي معايا الفيديو وهقولك على طريقة كيكة مكوناتها مظبوطة 100% و2 بيضة بس وفي 5 دقايق هتعمليها. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتتابعيني ياريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة كيكة الزبادي وهنعملها بالزبيب وهعملها لك في 5 دقايق. اول حاجة المكونات دي مظبوطة 100% على 2 بيضة. معانا 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. اهم حاجة البيض ما يكونش مطلعاه من التلاجة وتشتغلي بيه، هيبوظلك الكيكة. دي اهم خطوة في الكيكة بتاعتنا. اضربي الكيكة الاول، اضربي البيض الاول شوية قبل ما تحطي السكر، حتى لو عملتيها في الخلاط. اضربي البيض الاول شوية وبعد كده حطي السكر. حطيت السكر 1 كوباية إلا ربع بالظبط من السكر، ومعايا 2 باكو فانيليا. هنضرب البيض كويس لغاية ما يندوب السكر. قلتلك حتى لو في الخلاط لازم تضرب البيض كويس مع السكر عشان تدوبي السكر كويس. بس كده هنحط المكونات كلها ورا بعض وتابعي معايا انا بحط ايه قبل ايه. هنا هجيب 1 كوباية إلا ربع من الزبادي، ممكن تستبدليه بالحليب مفيش مشكلة. انا بس عايزة استخدم الزبادي. زبادي او حليب 1 كوباية إلا ربع بس كده. وهنجيب هنجيب نص كوباية من الزيت زي ما انتوا شايفين. هنا لما بحط الزيت، لو حتى في الخلاط برضو لازم تحط الزيت شوية بشوية، ما تحطيش الزيت كله مرة واحدة زي ما انت شايفاني كده. حطي الزيت شوية بشوية انت وبتضربي. انا هنا مستخدمة طبعا مضرب كهرباء. هنا معاكي بشر برتقانة، بشر ليمونة، زي ما انت حابة. اللي عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تستغني عنهم برضو مفيش اي مشكلة. الفانيليا ادت الغرض معانا لزفارة البيض. هنحط مكون برضو ايه هيخلي برضو ريحة البيض بعيدة خالص عنك. هنا بس تمام كده الخليط. هنا معايا 1.5 كوباية من الدقيق، وهاخد منهم معلقة كبيرة وهحط مكانها معلقة نشا كبيرة. بصراحة النشا بيظبط معانا الكيكة 100%. ده المكونات هنقولها تاني مع بعض. معايا باكو من البيكنج باودر، انا هحطه ايه كله. هنحط 2 بيضة، هنحط 1 كوباية إلا ربع من السكر، 1 كوباية إلا ربع من الزبادي، بديلها حليب لو عايزة تستبدليها او عصير زي ما انت حابة. ومعانا نص كوباية من الزيت، ومعايا 1.5 كوباية من الدقيق. اخدت منها معلقة وحطيت معلقة نشا، وحطيت باكو من البيكنج باودر. ما تنسوش ذرة الملح انا حطيتها على البيض من الاول. هنا طبعا الدقيق هتكوني انت نخلاه مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده لما تاجي تحطيه برضو نخليه تاني. لما تاجي تحطي الدقيق على الكيكة يا زهرة الكون، وصلوا على النبي الاول في الكومنتات. اهم حاجة الصلاة على النبي، ما ننساش عليه افضل الصلاة والسلام. تحطي الدقيق شوية بشوية، يعني لو 1.5 كوباية وزعيها على مرتين، وزعيها على 3 على حسب ايه القوام بتاعك. هنا ما تضربيش طبعا بالمضرب الكهرباء خالص. هاتي مضرب يدوي، هاتي معلقة واشتغلي بيها. حطي الدقيق شوية بشوية لان احنا هنا هنستخدم الدقيق حسب كمية السوائل الموجودة معانا زي ما انتوا شايفين كده. انا حسيت خلاص هي كده مش عايزة معايا دقيق، فالدقيق ايه فاض مني. بس انت هتستخدمي 1.5 كوباية زي ما قلتلك، وممكن تاخدي اكتر وممكن تاخدي اقل. بس كده تمام. الدقيق طبعا زي ما انتوا شايفين اهو فاض معايا. انا مش عايزة القوام معايا تقيل ولا عايزاه خفيف، زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. بس كده تمام. هنجيب المكون الرئيسي بتاعنا اللي احنا هنحطه ايه في الكيكة بتاعتنا. هاتي 50 جرام او 3 معالق كبار من الزبيب وحطيهم. لو عندك زبيب احمر برضو حطيه يظهر معاكي في الكيكة يبقى تحفة. هنا معانا ربع عصير ليمونة، يعني مش نص الليمونة ولا كلها، لا ربع معلقة كبيرة. بس كده. هنجيب القالب بتاعنا وما تقلبيش لما تحطي الزبيب، يا دوب تقلبيه كده تقليبة واحدة ودخليه جوه خليط الكيكة وبس كده. ما تقعديش تقلبي كتير في خليط الكيكة عشان ما ينزلش معاكي. لو حسيتي انت وبتقلبيه نزل معاكي اعتبر الكيكة باظت منه. لازم القوام يبقى زي ما هو معانا منتفخ كده ايه في البولة بتاعتنا. هنا القالب بتاعي زي ما انتوا شايفينه هو ده. انا غلفته بشوية زبدة وبعد كده شوية دقيق وهحطه على ايه. بعد كده هدخلها الفرن درجة الحرارة 170 لو عندك تايمر. ما عندكيش درجة حرارة اقل من نص لو فرن البوتاجاز. هتاخد معاكي 30 دقيقة، 35 40 دقيقة على درجة حرارة فرنك. بتاخد لون معانا من تحت، وبعد كده بنفتح لها الشواية دوب ثواني كده وتراعي لها لما تفتحي الشواية عشان ايه بتحمر معانا بسرعة من فوق.
ولازم تعملي اختبار الخلة. شايفين الكيكة شكلها تحفة ازاي؟ بصراحة طالعة تحفة زي ما انتوا شفتوا كده. اهم حاجة التسوية الصح وعلى نار هادية خالص. هنقلب الكيكة بتاعتنا. طبعا هي هتطلع لوحدها عشان انا مغلفاها بالدقيق والزبدة. شايفين التحفة والجمال؟ شايفين احلى كيكة هتعمليها بايدك القمر، وفي 5 دقايق هتعمليها. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلي على النبي يا زهرة الكون. في الكومنتات جايبالك احلى طريقة واسهل طريقة للكيكة، وب2 بيضة بس زي ما انتوا شايفين كده. احلى كيكة هتعمليها بايدك القمر، بس اهم حاجة تتبعي الخطوات صح، ويكون البوتاجاز بتاعك مظبوط. يعني سخني مجرد ما تشتغلي في الكيكة افتحي الفرن ووطيه على درجة حرارة 170. وتجهزي طبعا اهم حاجة برضو الصينية بتاعتك. شايفين الكيكة من جوه عاملة ازاي؟ انتوا هتبصوا هتتملوا في الكيكة. طبعا الزبيب لو احمر هيبقى ظاهر معاكي ويبقى تحفة فيها، بس هو ده الموجود عندي انا اصفر. لو عندك زبيب احمر حطيه هيظهر ويبقى لونه احمر حاجة كده. بصراحة تحفة، طعمها تحفة وريحتها تحفة. شايفينها؟ بصوا بتطلع اهي، بدوس عليها بتطلع رغم انها لسه سخنة. يعني المفروض انا اخليها تبرد حتى افتحها لكم، لا انا بصراحة مستعجلة قلت اصورها بسرعة. بصوا من جوه شايفين؟ واهم حاجة تدهنوا الصينية زبدة وبعد كده تغلفوها دي، ما تدهنوش الصينية زيت. بصوا الفراغات. احلى كيكة دي ولا وبالهنا والشفا ليكم مقدمة. بصوا شايفين التحفة؟ طبعا هي الكاميرا ظلمها بصراحة، هي احلى بكتير في الطبيعة من كده بكتير. دي هي كده يعني الكاميرا ظلمها بصراحة. بصوا اهي بوريها لكم، بتنزل وبتطلع لوحدها رغم ان الكيكة معانا سخنة. وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مع السلامة، اشوفكم في فيديو قريب، يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا اي معلومة.